اصحى يا نايم، وحد الدايم، الحاضر يعلم الغايب، الشيف يوسف ومقلي التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي الأطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني، يلا تفضل. صحينا، تفضل. شيف يوسف يلا. انا مسحرات. احلى مسحرات. تحدي اليوم الطاجن. طبعا بضيف الزيت، ما نحتاج نضيف زيت في مقلاية التيفال، بس بدي نكهة في الطاجن، مع انه ما عندنا الفخار اللي هو الطاجن. حنضيف شوية زيت عشان ادي نكهة، مو عشان اكيد ما حيلصق يعني. حنضيف عندي حلقات بصل ابيض. الطاجن هو اصلا من الفخار اللي بيستخدموه، اللي بيطبخوا فيه الطاجن. هو فخار، عبارة عن فخار وفي له الغطاء المعروف زي الطربوش. زي ما قلت الزيت اللي ضفته نكهه فقط، يعني مو لانه اكيد ما حيلصق، بس زيت الزيتون بدي بدي نكهه للاكل، فضفنا شويه من زيت الزيتون. حضيف شويه توم. توم لازم توم، كل الاكل لازم توم وبصل. راح نضيف اللحم. طبعا الطاجن عاده كان يسووه بلحم الخروف، بس في له عظم، بس بياخذ ساعه ساعتين. زي ما قلت لك دحين الواحد ما في يعني ساعه ساعتين، بده على السريع، فنستخدم لحم بلا العظم بالطبخ اسرع يعني. فدحين تسهلت الموضوع بالمقلايه وبالغاز وبالكهرباء، فتسهلت شويه الموضوع. فنحط اللحمه، واللحمه هي بتستوي حنحط عليها شويه البهارات اللي بيستخدموها في نفس الطاجن. بيستخدموا نفس البهارات، بيعملوها بنفس الطريقه، بيتبلوها كلها وبيحطوها على الفحم. احنا حنعملها في المقلايه. حنستخدم شويه كركم، تقريبا ملعقه، وكمون. الاكل المغربي بيستخدموا بهارات كثير، يعني دائما بتشوف كمون وكركم وفلفل اسود. في ناس يقولوا لي ما نقدر نعمل الطاجن بلا الطاجن، بس انا حوريكم كيف. وهذه بتاخذ وقت. هون حتاخذ معنا تقريبا 15 دقيقة يعني، مو أكثر. واللحم بلا عظم بنطبخ أسرع يعني. حنستخدم شوية من الفلفل الأسود، وممكن كمان نحط فيها شطة حارة، بس إذا حنطبخها لأولادنا أفضل إنه ما نحط الشطة، نحطها بعدين. أنا حستخدم البابريكا اللي هي الفلفل الحلو، بودرة الفلفل الحلو. خلاص حطيت البهارات. في نفس الوقت حناخذ الخضار. دائما نحاول نضيف خضار في الاكل عشان نضيف من القيمه الغذائيه في الاكل. عندي فلفل رومي. طبعا ممكن نستخدم كل الوان الفلفل الرومي، غير انه بدي لون، بدي نكهه وقيمه غذائيه عشان نصير صحيين يعني شويه اكثر يعني. وبدل ما نقلي كل الاكل، يعني عاده بيحطوا زيت او سمنه كثير في الاكل، نحاول نخفف. وبقلايه تيفال ما في داعي نحط سمنه او زيت يعني. بنحاول نحط الفواكه كمان في الاكل المالح، بدي نكهه حلوه كذا يعني غريبه. حتشوف انت لما تدوق. يعني اذا ما خلصت وشاهتنا هالقد، اذا ما خلصت وشاهتنا هالقد. شفت كيف؟ نقطع الفلفل الرومي كذا زي ما انتم شايفين. اللحمه بتستوي، في نفس الوقت نقطع الخضار عشان نكسب وقت شويه، لانه الناس دائما ممكن بيقطعوا البصل، بيحطوا البصل بيرجعوا يقطعوا اللحم، طبخ طفش ولا بياخذ وقت. فما ياخذ وقت، اللحم مقطع، البصل كان مقطع، كله مقطع ومجهز، ما ياخذ وقت معانا. انا عارف انك جيعان وبتطالع وبتشوف بس بياخذ 15 دقيقه الى 20 دقيقه وتكون جاهزه. كده كفايه عندي. هاي الكميه بتكفي كفايه، انه في ناس كمان بيحسبوا انه الطاجن لازم نطبخ ل 20 نفر او 10 انفار.
اما في المقلايه ممكن نطبخ اذا انت عايش لحالك او عزوبي ولا شيء، ممكن تطبخ الطبخه الطاجن او الرز او اي نوع من الطبخه، وحتشوفوا في التحديات كيف ممكن نعملها يعني. هستخدم شويه طماطم كمان، نص طماطم. وزي ما قلت بنحاول نضيف الفواكه. عندي خوخ مجفف. الاكل المغربي دائما بيضيفوا الفواكه للاكل المالح. بدي نكهه وبدي حلاوه شويه للاكل، يعني مو ضروري يكون بس مالح، ممكن يكون حلو شويه كمان. حشيل بس البذر من الطماطم بهذه الطريقه، وممكن هذه نخليها كمان ونستخدمها في شوربه ولا شيء. ممكن نحطها في الشوربه بدل ما نرميها ونخسر فلوس، نحطها في الشوربه حقتنا. يعني المطبخ المغربي بيتميز انه بهارات كثير ومع فواكه، وبيضيفوا خضار كثير، يعني بيضيفوا قيمه غذائيه للاكل. وممكن زمان ما كانوا يعرفوا هذا الشيء، بس بيضيفوا زي ما الحين حنضيف الفلفل الرومي. اوه اوه اوه، وحضيف الطماطم كمان. وخلاص قربت الخضار. ما نبي نطبخها لما تستوي عشان تكون مره لينه، نبغى تكون فيها عضه شويه عشان الخضار تقرش قرش. ما راح تاخذ وقت كثير. حضيف شويه زعفران، حضيف شويه مو زيت زيتون، عفوا زيتون اخضر. نتاكد انه ما يكون فيه البذره، لانه مو حلو الواحد اذا حياكل اكله يكون فيه البذر في الزيتون، فنتاكد انه نشيل البذره منه. زيتون اخضر، فينا نستعمل زيتون اسود؟ اي لون زيتون يعني ما بتفرق. كمان زي ما انا ضفت شويه زيت زيتون، كميه بسيطه بس. اذا اي مقلايه ثانيه كان اللحم لصق في المقلايه والخضار لصقت، اذا احنا شوف لا لصقت ولا يعني ما كانها نظيفه، عارف؟ فالمقلايه هذه بتساعد كمان انه ما تلصق، وتساعد انه نقلل من الزيت، فالواحد ما يضيف زيت كثير ويصير عنده سمنه يعني اكيد. عندي هنا لوز مشوي. عادة اللوز بيعملوه في البيت، بيحطوا زيت في المقلاية ويعملوه فراي، يعني ديب فراي، فغلط هذا الشيء. حطيت هذا في الفرن تقريبا لمدة 10 دقائق ونوصل نفس النكهة يعني. عندي هنا استوى الطاجن اللي في المقلاية. ححطه في الصحن. طبعا زي ما قلت ممكن تقدموه مع الرز، ممكن تقدموه مع الكسكس، زي ما تحبوا. هلا جعت. خوخ مجفف، شوية لوز، وعندي كزبرة وبقدونس. طبعا ما نحط الكزبرة وبقدونس في المقلاية، إذا حنحطها في المقلاية نطفي النار ونحطها عشان ما تصير مرة. في حلقة الرجل ومقلاة تيفال المقلاية اليوم تحدتني أعمل الطاجن في المقلاية، عملناها وصلنا لنفس النكهة في 10 دقائق. حتكون عندنا تحديات كثيرة، رح تتحدى المقلاية، ممكن نتضارب مع بعض شوية، وتابعونا في الحلقة الجاية عشان نشوف ايش التحدي. جربوها، أنا أكيد حتعجبكم وبطريقة سريعة. شباب يا أهالي المدينة الكرام، ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا إياها الشيف يوسف ومقلاية تفال. واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا أهالي المدينة الكرام،